السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفتنا اليوم إن شاء الله هي عبارة عن حساء صحي بامتياز لتقوية المناعة وعلاج جميع نزلات البرد اللي ممكن يتعرض لها الجسم ديالنا مستقبلا أو اللي كيتعرض لها في الوقت الحالي، اللي كيتسببها البرد، مثلا نزلات البرد بحال الزكام او اللي عنده حساسية الانف لكل او سيلان الانف. مثلا لي زونجين، الوليدات الصغار هكا الا عندهم الحلاقم او السعال، الكحة، يعني جميع نزلات البرد اللي كتجينا في الوقيته البرد، او كذلك حتى في الوقت الراهن مع هذا المرض هذا. فممكن نكثروا من هاد الوجبات الصحيه اللي هي سخونه، اللي كتقوي لنا الجسم ديالنا وكترفع المناعه. وكذلك بالنسبه للوليدات الصغار، انا شخصيا كنصح اننا ما نستعملوا لهمش الادويه ديال الصيدليه، نحاولوا ما امكن نستعملوا لهم ادويه طبيعيه بحال هذه، يعني وصفات طبيعيه بحال هذه، حيت في الطفوله وفي الصغر ديالهم هما تما فاش يكسبوا المناعه، وخاصهم يقويوا المناعه ديالهم باش هكا نهار يجيهم شي مرض لا قدر الله او شي حاجه، هكا الجسم ديالهم كيستطيع انه يقاوم هذاك المرض بدون اللجوء الى الادويه. ولكن كاين استثناء، يعني فوقاش غادي نستعملوا ليهم الادويه ديال الصيدليه، وهي مثلا الى عندهم شي حاجه غراف، مثلا عندهم انفلاماسيون، عندهم انفيكسيون، عندهم لي زونجين، بحال لي زونجين في واحد الدرجه اللي هي خايبه، فهادو نتدخلوا ونستشيروا الطبيب ديالنا. ديك الساعه ممكن اننا نشريو لهم الدواء من لا فارماسي. اما من غير هاد الشيء فانا كنصح بالوصفات الطبيعيه. البنات، وصفات طبيعيه اللي تستعملوا لوليداتكم وحتى نتوما كذلك، فهي جد رائعه وصحيه. فكما شفتوا معايا، العناصر اللي كنستعمل في هذه الوصفه هما عنصرين فقط، وهو البصله مع الثومه. وكنفضل البصله تكون حمراء، يعني تكون بلديه هي والثومه، ولكن في حاله ما الا ما عندكمش الحمراء، يعني حتى البيضه استعملوها، راها كتقضي الغرض. ولكن الا عندكم الحمراء استعملوها احسن، حيت هي كتكون غنيه اكثر. فاستعملت هنا بصلتين متوسطة الحجم، قطعتها طريفات كما شفتوا معايا، واستعملت كذلك واحد 6 ديال الفصوصة ديال الثوم. المهم في هذه الوصفة تقدروا تستعملوا أقل حاجة 3 فصوص من الثوم، 3 5 7 هكايا. ولا استعملتوا كمية ديال البصلة كثيرة تقدروا تضعفوا في الكمية ديال الثومه. صافي كما شفتوا معايا، راه قشرت هذيك الثومه، حيدت ليها القشره، غسلتها مزيان، كلشي مغسول مزيان، قطعتهم طريفات صغار الا الثومه خليتها هكاك. صافي غادي نديرها في شي طاوه ولا في شي كاسرونه، وغادي نزيد عليها الماء سخون، واحد الكميه ديال الماء اللي غادي طيب لي هاد البصله هادي. فبالنسبة لهاد الوصفة هذه، فهي وصفة من أصل فرنسي، كانوا الأجداد الفرنسيين كيستعملوها فاش كيتعرضوا لنزلات البرد بحال الكحة كما قلت لكم، ولا الرواح، الزكام، ولا السعال إلى آخره. فهذه هي الوصفة اللي كانوا كيستعملوا، وصفة طبيعية. وفعلا ما كاين ما احسن من الوصفات الطبيعيه في هاد الوقيته ديال البرد. وكذلك بلا كاع البرد، فهي كتزيد المناعه وكتقوي الجسم ديالكم، باش هكا مستقبلا الى جاه شي مرض هكايا يستطيع انه يتغلب عليه. فبالنسبة للوصفة، أنا كنضيف ليها القليل من الملح، القليل فقط، والقليل من الفلفل الأسود أو الإبزار، والقليل من الكمون، وكذلك القليل من الكركم أو الخرقوم، والقليل من زيت الزيتون. وكتعرفوا ان الكمون مع الكركم ولا الخرقوم عندهم منافع كثيره وعظيمه على الجسم ديالنا، يعني هاد التوابل هادو راها صحيه
وخصوصا لهاد الوصفات السخونة فرائعة للجسم ديالكم. ومازال غادي نضيف توابل اخرى اللي غادي تشوفوا معايا حتى هي مهمة جدا في هاد الوصفة هذه، وهي القرنفل. 3 حبات من القرنفل مع القليل من الحبة السوداء أو ما يعرف عندنا بالسانوج، فاستعملت غير كمية قليلة فقط. وبالنسبة للقرنفل ما تكتروش، أقل حاجة وحدة، حبة وحدة حتى ل3 فقط، لأن القرنفل فهو كيتعتبر هذا قاصح بزاف ومجهد، فهذا علاش ما تكتروش منه. صافي غادي نخلي العناصر طيب، انا خليتها 25 دقيقة بالضبط. المهم ما تفوتوش على 30 دقيقة، لان العناصر ما خصهاش طيب تبقى طيب بزاف حتى تمشي كاع دوك المنافع، لا ما تفوتوش 30 دقيقة وصافي. غير طيب البصلة شي شوية وصافي. من بعد راه حيدت هذوك الحبات ديال القرنفل، حيدت 2 وخليت وحيدة ماشي مشكل. وتقدروا تضيفوا حتى القرنفل المطحون، ولكن ضيفوه بكمية قليلة. من بعد خليت هاد الشوربة والعناصر خليتها حتى بردات مزيان، عاد طحنتها. وتقدروا مثلا فاش تطحنوها تعاودوا تردوها للكاسرول وخليوها مثلا تتبغيو تشربوها وسخنوها شي شوية وشربوها كتشرب وهي سخونة دافية. وتقدروا مثلا اللي بغى يشربها حلوة كيضيف ليها مثلا عسل طبيعي. تاب العسل راه كتجي رائعة، كتجي بنينة، والعسل الطبيعي حتى هو كيقوي لنا المناعة ديالنا، حتى هو عنده فوائد كثيرة. تقدروا اللي ما بغاش العسل مثلا صافي يشربها غير هكا بلا عسل، وضفت ليها غير شويه د القرفه من الفوق وصافي. بالصحة والراحة. صراحة راه الشوربة كتجي رائعة ولذيذة، حتى المذاق ديالها راه بنين وصحية كما قلت لكم. احسن حاجة اللي ممكن نعطيو لانفسنا ونعطيوها لوليداتنا. كما قلت لكم حاولوا تقللوا لهم من هذوك الادوية اللي في الصيدلية الا في اوقات حرجة. اما الاوقات الاخرى العاديه فاستعملوا لهم مثلا غير هاد الوصفات هادو الطبيعيين، فهي كافيه كتقضي الغرض وكتقوي المناعه وعندها فوائد عظيمه. كنتمنى تجربوها، فهي زوينه بزاف. وخليتكم على خير وفي امان الله.